والرحله بتاعته هتبتدي من سواحل استراليا. انتقل طارق للسواحل الاستوائيه اللي في استراليا عشان يكتشف الحياه البريه اللي هناك. ولما كان عايم في الميه الصافيه طارق لقى ظل كبير قوي في الميه، والظل ده كان متجه نحوه، كان قرش. طارق كان عارف هيعمل ايه كويس لو القرش ده هاجمه، بس الموضوع مش سهل زي ما انتوا عارفين كده، عشان اي غلطه هتكلفه حياته. القرش كان عمال يلف حوالين طارق، واول لما القرش قرب من مسافه كويسه من طارق اداله بالرجل في انفه، وعرف طارق انه يخرج من الشط بكل سهوله. وبعديها بعدة ايام برضه طارق كان بيستريح على ضفة نهر، كان في تمساح على بر الميه. التمساح ده ما كانش صغير، كان يبلغ حوالي 5 متر. لما التمساح هاجم عليه كان ردة فعل طارق سريعة جدا، وقدر بسرعة يطلع فوق الصخرة. والتمساح قعد يستناه تحت الصخرة لحد لما فقد الامل، وطارق خد العدة بتاعته والشنطة وجري. وفي نفس اليوم طارق كان بيكتشف الشواطئ الرمليه اللي كانت هناك، حس بلسعه قويه جدا في دراعه، وعرف على طول ان دي لسعه قنديل، وعرف يتعامل معاها بالعده البيطريه اللي كانت معاه واستخدمها على طول، مما ادى الى تخفيف الالم تدريجيا. ورحله طارق انتهت هنا، اللي عرف ينجو منها، لكن التحدي الاكبر ان هيروح مكان اخطر من ده، مكان فيه اكبر ثدييات الارض. هيروح غابات افريقيا وهيكتشف اراضي السافانا، وهيعدي على الصحراء الكبرى، ودي هتكون الرحله الاصعب فيهم. مكان فيه الضباع ما بترحمش حاجه، والكلاب البريه اللي بتاكل الفريسه بتاعتها وهي حيه، ده غير الاسود والفهود. وفي رحله سفاري في افريقيا عدى على طارق قطيع من الفيلة، لكن طارق ساعتها اللي عمله كانت حاجة غريبة جدا. طارق فضل واقف قدام الفيل، والفيل كان عايز يهاجمه، لكن ردة فعل طارق كانت غريبة جدا. فضل واقف مكانه عشان عارف ان لو جري من الفيل هيعرف يجيبه. ومن الخبرة بتاعت طارق ان عارف ان الفيل مش هيقدر يكلمه طول ما طارق مش خايف منه وواقف له. وبعدها طارق حاول التصوير الفيلة دي من بعيد من غير ما يزعله، وسابهم ومشي. وبعد عدة ساعات طارق لقى نفسه في وسط قطيع من الجاموس الافريقي. القرار اللي خده طارق كان سريع، وهو طلع على شجره كبيره. طارق عارف ان الجاموس الافريقي مزاجه مش حلو خالص، وسرعه الجاموس الافريقي قويه جدا مقارنه طبعا بالانسان. وفي نفس اليوم والليله دي طارق كان نايم هو وطاقم التصوير بتاعه، وكان معاهم مرشد الرحله. ولما طارق كان نايم في الخيمه بتاعته سمع اصوات غريبه جدا، سمع صوت لعواء وضحكات غريبه جدا، وعرف على طول ان ده الضبع المرقب. وما كانش واحد بس ولا 2، كانت مجموعه كبيره جدا. مرشد السياحه بتاعهم خد قرار بسرعه جدا، في غضون 5 ثواني كان مولع نار، وصحى طاقم العمل كله عشان يساعدوه. وبالفعل خافت الضباع وسابتهم ومشي. والمرشد اللي كان معاه دوت كان من قبيله في افريقيا، ومتعود على الكلام ده وبيعرف يتعامل معاهم. وبعد كذا يوم طارق كان في اخر رحله ليه، وهي الصحاري الكبرى. ولما كان بيتجول هناك لقى شجرة في وسط الصحراء، وقرر انه يستريح تحتيها. وبعد كام ساعة من النوم لقى حاجة غريبة جدا. اكتشف طارق ان في عقرب لسعه في رجليه. لحسن حظ طارق ان العقرب ده كان صغير، والا كان طارق كان مودع الدنيا. ولكن ساعتها طارق اتعلم درس مهم جدا، وطارق اتساب بدوخة شوية بس بعدها رجع لطبيعته. وبعديها لما كان بيتجول في الصحاري لقى أفعى مجلجلة. طارق فكر لوهلة انه يمسك الأفعى دي، لكن فريق العمل حذره وقال له بلاش، لان اقرب مستشفى من هنا تبعد ايام. وساعتها طارق غير رأيه وساب الأفعى دي ومشي. طارق عاش عديد من المغامرات الشيقة في مواجهة اخطر حيوانات في العالم، اتعلم فيها مع كل مرة اتعامل مع الحيوانات درس مهم وقيم جدا، وعن كيفية احترام الطبيعة، وكيفية التصرف بحذر جدا، والذكاء في المواقف الصعبة. على الرغم من المخاطر اللي طارق شافها ديت، موقفش طارق عن استكشافه والشغف بتاعه في العالم الطبيعي. وسافر طارق بعد 45 يوم لبلده مصر، وكان بيحكي الحاجات اللي حصلت له لأهله واخواته اللي كانوا مستمتعين وفخورين قوي بالقصة بتاعته دي. كانت نهاية الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان تشوفوا حلقات تانية كتيرة عن عالم الحيوانات. ولو قصة طارق عجبتكم اكتبولي تحت في الكومنتات.